بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء. الحمد لله الذي بطاعته تعلو المنازل والمراتب وبالاستعانة به والاعتماد عليه تتيسر التكاليف الشرعية وجميع المطالب. ونواصل الصلاة والسلام على سيدنا محمد الصائم القائم وعلى آله وأصحابه ما أقيمت للدين قواعد وقوائم. أما بعد فهنيئا لكم أيها المؤمنون بشهود هذا الشهر الفاضل الذي يخشاكم الله فيه فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب فيه الدعاء وينظر الله تعالى إلى تنافسكم فيه ويباهي بكم ملائكته فطوبى لمن اجتهد فيه بمراعاة آدابه الظاهرة والباطنة. وأما مراعاة الآداب الظاهرة فيسيرة يستطيع العوام والخواص وهي مطلوبة شرعا، لكن الآداب الباطنة أيها المؤمنون هي محل نظر ربي وتقديره، لأنه عز وجل لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم ولكن إلى قلوبكم وبواتنكم. فاحرصوا وفقكم الله على تحسين بواتنكم بملازمة خد البصر وكفه عن الاتساع في النظر إلى كل ما يذم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس لعنة الله عليه، فمن تركها خوفا من الله آتاه الله عز وجل إيمانا يجد حلاوته في قلبه. فالحذر حذر عباد الله من إطلاق العين إلى المحرمات، وإن مما يجب الحذر منه الجلوس في الطرقات والأسواق والملاعب وأمام أجهزة التلفاز التي تسد الناس وخصوصا الشباب والنساء عن ذكر الله تعالى وتلاوة كتابه العظيم. وأما حفظ اللسان عن الهذيان والكذب والخيبة والخصومة فأمور لا بد منها، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وعموما أيها المؤمنون ينبغي حفظ كل الجوارح عن الآثام والمكارح، كما قال شيخنا الخديم رضي الله عنه ونفعنا ببركاته: أمسك عن النظر للحرام والمسي والسمع مع الكلام وكل فكرة ردية كما أمسكت عن أكل وشرب علما. جعلنا الله من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ووفقنا وإياكم ووفق له عباده الصالحين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي خص رمضان بالعفو والغفران وجعله طريقة سهلة لمن أراد إليه الوصول. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا محمدا رسوله ومصطفاه خير نبي وأجل رسول، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الحائسين السؤدد بكماله الذين كملت منهم العقول. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واشكروه على نعمه الجزيلة فيكم، فإنها بالشكر تزداد، كما قال جل ذكره: لئن شكرتم لأزيدنكم. ألا وأن من أعظم النعم وأجلها أن وفقنا الله تعالى لبلوغ شهره الكريم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وها قد أذلكم الشهر الذي أوله رحمة ووسطه مغفرة وآخره عتق من النار. فجددوا إخوة الإيمان
إيمانكم وتقربوا إلى خالقكم بالتوبة والاستغفار والتزموا التقوى التي هي الغاية القصوى والحكمة الأسمى من الصيام. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى إخوة الإيمان كما حددها شيخنا أحمد الخديم رضي الله عنه هي الوقوف عند الأمر والنهي بأن لا يراك ربك حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. واعلموا وفقكم الله أن رمضان شهر الصبر وشهر المواساة، من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وإتقا لرقبته من النار، وكان له مثل أجره من خير أن ينقص من أجوره شيئا من أجورهم شيئا. ومن سقى فيه صائما سقاه الله من حوضه صلى الله عليه وسلم شربة لا يظمأ بعدها أبدا حتى يدخل الجنة. وقد كان سهرا يجتهد فيه المسلمون ما لا يجتهدون في غيره من الشهور. وقد سجل التاريخ الإسلامي لنا حوادث إسلامية خالدة كلها تحققت في هذا الشهر الفاضل. ففيه كانت غزوة بدر الكبرى التي فرق الله فيها بين الحق والباطل، فانتصر فيها الإسلام نصرا عزيزا نوه الله به، إذ قال جل ذكره: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وفي رمضان أيضا كان فتح مكة العظيم الذي وصفه الله عز وجل بقوله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وخير ذلك من الأحداث الجسيمة التي لا زالت تاجا على رأس الإسلام. فما أولى بنا نحن المسلمين أن نتخذ هذا الشهر المبارك مركبا إلى العلا والمجد. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للتفقه في دينه وأن لا يحرمنا بركات شهره الكريم بفضله ومنه، وأن يجعله صوابا لمحو آثارنا وآثامنا، إنه سميع مجيب. يغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.